لو مهتم بالتقديم على منحة ALA ومعرفة تريكات وتفاصيل القبول فيها، وإيه أهم الورق والشروط للقبول، وكمان أشخاص يساعدوك مجانا في الحصول على المنحة ويعرفوك تريكات للقبول مجانا وبكل سهولة في منحة ALA. لو مهتم استنى معانا الفيديو للآخر. أولا معكم عبد الرحمن إبراهيم، وفي القناة دي بنقدم مجموعات وكوميونيتيز على الواتس مجانا بتساعدنا في تعلم أي لغة وأي مهارة أو أي منحة وفرص غيرها كتير جدا جدا، والنقطة دي هنتعمق فيها أكتر بعد شوية. فلو أنت مهتم اشترك في القناة وفعل الجرس واعمل لايك عشان يوصلك كل جديد. المهم بالنسبة لمنحة ALA، احنا ان شاء الله هنجاوب على الأسئلة اللي بتدور في دماغ كل الناس. أول سؤال معانا وهو ايه هي ALA؟ لو انت عارف ايه هي ALA ممكن تقدم الفيديو في الوقت اللي هيظهر لك على الشاشة وتروح للسؤال التاني. ولو انت مش عارف ايه هي ALA او حابب تأكد على معلوماتك، جايز تعرف حاجات كتيرة، استنى الإجابة على السؤال. أولا كده هي منحة من أفضل وأقوى المنح في العالم، وهي أصلا بتقبل الشباب من أول تانية ثانوي، يعني ممكن تقدم عليها بعد ما تخلص أولى ثانوي لغاية أولى جامعة. والسبب اللي مخليها أحسن منحة في العالم لأنها بتساعد الشباب ولاد أو بنات في التقديم على منح بكالوريوس في أفضل 100 University in the world، أفضل 100 جامعة في العالم. واللي بيخش ALA بيقدر إنه يتقبل في منح لدراسة البكالوريوس في هارفارد وستانفورد وكل الجامعات العالمية دي بسهولة جدا جدا ومجانا تماما. ما سألتش نفسك قبل كده مش معنى الشباب اللي في ALA بياخدوا منح بكالوريوس للجامعات دي بسهولة؟ ليه احنا ما بنعرفش ناخد كده اللي هم بيتقبلوش يعني في ALA؟ وبالمرة نجاوب على سؤال، احنا هنقعد في ALA كام سنة؟ هندرس كام سنة يعني؟ اولا كده هي ALA هندرس فيها سنتين قبل الجامعة، لو خدناها بعد اولى ثانوي يبقى انت زي الفل وهتخش جامعة في ميعادك عادي جدا. اما لو خدتها بعد تانية ثانوي فعادي برضو، بعد سنتين هتخش الجامعة، يعني كأنك خدت تالتة وسنة كمان، وبعدين تقوم داخل على اي جامعة بقى في منحة زي هارفارد ستانفورد والجامعات دي. طب لو خدتها في تالتة ثانوي فبرضه عادي، هتاخد سنتين بعدها وبعدين تخش الجامعة. ممكن واحد بقى يدور في دماغه سؤال، ايه اللي يخليني اضيع سنتين عشان اخش الجامعة؟ اقول له انت لو ذكي مش هتسأل السؤال ده. لا استنى، انت طبعا ذكي بس انت ما عندكش معلومات كافية عن المنحة دي، لان المنحة دي بتساعدك تتقبل في جامعة زي هارفارد وستانفورد زي ما قلت لك. هتقول لي حلو الكلام، هقول لك انت لو في ثانوية عامة من كان بقى ازهر او ثانوي عام او اي حاجه ثانويه عامه يعني 3 سنين عادي، هتقدر انك تتقبل في منحه او تدرس في هارفارد او ستانفورد؟ اكيد هتقول لي لا. هو ده بقى الفرق والميزه، انك في ALA لو كنت بتدرس مجال العفريت حتى ومش فاهم اي حاجه في حياتك، ALA هتساعدك وهتأهلك للقبول في الجامعات دي بكل سهوله. فانت كده مش بتضيع سنتين من عمرك، انت كده بتفتح لنفسك فرص بالهبل قدام. فالذكي اللي هيفكر كده، والفاشل واللي هو اصلا مش عايز ينجح وعايز يفضل عايش في دور الضحيه هيفكر كده. اما الناجح طبعا مش هيفكر كده. خلينا في موضوعنا. مثلا انت لو خدت المنحه دي بعد اولى ثانوي هتطلع منها بشهاده الثانويه، يعني مش هترجع بلدك تدرس تانية ثانوي وثالثه ثانوي تاني، انت كده كانك درست الثانوي وهتاخد شهاده ثانويه معتمده وموثوقه في العالم كله، فانت كده زي الفل. ولو في ثانيه ثانوي هتخلص كانك خدت ثالثه وسنه زياده زي ما قلت لكم يعني، وباقي السنين بقى نفس الموضوع برضه. واحب اقول برضه للناس اللي ما تعرفش ليه الشباب في ALA بياخدوا منح للجامعات العالميه بسهوله. الاجابه بكل بساطه لانهم في ALA بيدرسوا مناهج الIG، وهي مناهج كامبريدج اللي بتدرس في امريكا. فمنحه ALA بتفتح الطريق قدامنا وبتساعدنا وبتدربنا على مناهج الجامعات العالميه مجانا وبطريقه سهله وجميله جدا. وده السبب اللي مخلي ALA احسن منحة في العالم كله. وبالمناسبة برضو في سؤال بيدور في دماغ اغلب الطلاب، هو ايه الكلية اللي هنقدر ناخدها بعد الانتهاء من المنحة دي اللي هي منحة ALA يعني؟ الاجابة بكل بساطة تقدر تاخد منحة لاي جامعة في العالم، وكمان لاي تخصص اللي انت عايزه بتختاره. فدي برضو ميزة من ضمن مزاياها الكتيرة. بالنسبة لتاني سؤال معانا وهو ايه هي شروط القبول في المنحة دي؟ هو في بعض الشروط العادية، ولكن الشرط الوحيد للقبول فيها هو السن. والسن للقبول في ALA هو المفروض من 16 سنة حتى 19 سنة، فلو انت في السن ده هتبقى زي الفل جدا. تالت سؤال معانا وهو ازاي اقدم على المنحة دي. بصوا بالنسبة للسؤال ده انا مسهلها عليكم جدا، لاني هحط لكم لينك الابليكيشن بتاع ALA في الوصف واول تعليق.
اضغطوا على اللينك وهتوصلوا للتقديم عادي جدا. واي حد هيظهر عنده اي مشكلة او اي سؤال مش عارف اجابته يا ريت يكتب لي في التعليقات وهساعده بكل اللي هقدر عليه. وبالمرة واحنا في النقطة دي حابب اوضح كام حاجة مهمين جدا جدا لأي شخص عايز يقدم على أي منحة عموما، مش المنحة دي بالذات، أي منحة عايز تقدم عليها أيا كانت المنحة اللي أنت عايزها إيه أو التخصص اللي أنت عايزه إيه. أنت لو مركزتش طول الفيديو ركز في الكام دقيقة الجايين دول لأنهم أهم دقيقتين جايين في الفيديو كله. هما تقريبا 4 نقط مهمين جدا للقبول في أي منحة. أول حاجة معانا درجاتك في السنة الدراسية اللي أنت فيها، إن كانت ثانوي أو جامعة أيا كان. صدقني أهم شرط للقبول في أي منحة هو درجاتك الدراسية، وهثبت لك ليه درجاتك في المدرسة مهمة جدا للقبول في أي منحة حالا. بس معلش سامحني جاوب على السؤال ده الأول. تقدر تقولي أنت بتاخد منحة ليه؟ يعني إيه السبب اللي مخليك تتعب نفسك وتقدم وتروح وتيجي وتسافر علشان تتقبل في أي منحة؟ طبعا الإجابة المنطقية أنا بعمل كل الحاجات دي وتعب نفسي علشان عايز أدرس، عايز اتعلم يعني. حلو جدا، ده اللي انا كنت عايزه. تخيل انت بقى معايا ان انت درجاتك وحشة في الدراسة، هل تعتقد انهم في المنحة دي هيقبلوك وهيسيبوا اللي جايب درجات عالية وطالع من الاوائل؟ بص انا مش هجاوب على السؤال ده، هسيب الاجابة ليك انت لاني متأكد انك عارف الاجابة، علشان كده مش هجاوب. بالنسبة لتاني نقطة معانا وهي ايه هي معرفتك عن المنحة دي. بمعنى تاني انت تعرف ايه عن المنحة دي، من بقى مين اللي مؤسس الفكرة، من امتى المنحة دي فاتحة، المنحة دي فين مكانها، يعني هي فين اصلا، وكل الاسئلة اللي شبه دي بقى. طبعا الاسطورة بتقول ان في سؤالين عند اغلب حضراتكم. السؤال الاول ليه لازم اعرف كل الحاجات دي اصلا واتعب نفسي، والسؤال التاني اعرفهم منين اصلا المعلومات دي. بص يا عم، بالنسبة للسؤال الأول ليه لازم أعرف كل الحاجات دي، أقل سبب يخليك تعرف كل المعلومات دي هو إنك بتتسأل عليهم في الابليكيشن. يعني وإنت بتقدم كده في اللينك اللي هو في الوصف أول تعليق في منحة إيه اللي إيه يعني، أو أي منحة عموما، لازم تبقى عارف معلومات عن المنحة اللي أنت بتقدم عليها لأنهم بيسألوك في الابليكيشن. ده اول حاجه. تاني حاجه انك برضه بتتسأل على المعلومات دي في الانترفيو، بيسالوك ايه معلوماتك عن المنحه دي، فلو هو اكتشف انك ما تعرفش حاجه عن المنحه دي هل هيقبلك في المنحه؟ برضه مش هجاوب على السؤال ده لاني عارف ومتاكد انك عارف الاجابه، ففكر بينك وما بين نفسك كده وانت هتعرف انا صح ولا غلط. وتاني نقطه معانا اعرفهم منين. بص اقل حاجه انك تخش على جوجل تقول له معلومات عن منحه ايه اللي ايه، منحة ايه اللي ايه بدأت امتى، منحة ايه اللي ايه مش عارف ايه. قول له بص يا عم سيبك من كل ده، قول له عايز اعرف معلومات عن ايه اللي ايه، بص هيجيب لك كل ما يخص ايه اللي ايه. بالنسبة لتالت ورابع نقطة معانا وهي الانجليزي بتاعك، وطور من نفسك باستمرار. وانا متعمد اني احط النقطتين دول مع بعض علشان مش محتاجين مجهود كبير. بمعنى تاني انك لو مش كويس في الانجليزي ممكن تتقبل في اي منحة عادي. هو اصلا اهم نقطتين في كل الليلة دي درجاتك ومعلوماتك عن المنحة. وعايز اقول لكم برضو حاجة مهمة لازم تعرفوها، هي ان في ناس كتيرة جدا درجاتهم كانت وحشة في المدرسة واتقبلوا في منح عادي. وهنا السؤال بقى، يا دي الظلم اللي احنا فيه، اكيد بالواسطة. ده اللي بيتقال، اكيد بالواسطة. طبعا مش بالواسطة، مش دي النقطة اللي انا هقول لك عليها. استنى لحظة واحدة وهتفهم كل حاجة. بص يا سيدي، هم اصلا في المنحة دي مش عايزينك تكون بروفيشنال 100% في كل حاجة، هو عايزك بس تكون مهتم بالجوانب دي في حياتك. واللي بيتقبل في المنح ودرجاته وحشه ده بيكون الانجليزي بتاعه فوق الروعه ومتطوع كتير في اماكن. ولو ما تعرفش حاجه عن التطوع، في فيديو في الوصف واول تعليق هيعرفك كل حاجه عن التطوع للمنح، ومطور من نفسه، فده بيشيل ده. ويا عم لو عرفت تهتم بالاربع جوانب يبقى حلو جدا. وبرده ما تنساش التطوع لانه مهم جدا جدا. دول كانوا اهم الحاجات قبل التقديم. وانت بقى لما بتيجي تقدم وتخش في الابليكيشن وتشوف ايه اللي مطلوب منك، بيكون في حاجات تانية برده سهله جدا، كمثلا حاجة اسمها خطاب النية، وحاجة اسمها خطاب التوصية، وشهادات بقى تانية من تطوع بقى، وحسن سير وسلوك من المدرسة، وورق لازم تحضره عشان بيسرع من عملية القبول لو هتقدم على كذا منحة يعني. وانا ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات هشرح فيها كل النقط دي. فلو انت مستعجل وبتقدم على منحة وعايز حد يساعدك، في مكتب اعرفه بيقدم في المنح، وهو بيعمل خطابات النية والتوصية وكل الشهادات دي، وبيملى الابليكيشن بتاعك، بيقدم لك. انت كل اللي عليك بس بتديله معلومات عنك اللي هو هيطلبها منك، وهو بيعمل كل حاجة وبيقدم لك. وده الشخص اللي انا عملت عنده كل الورق بتاعي، وهو راجل ثقة جدا. والله دي مش رسالة إعلانية لأني ما باخدش منه ولا جنيه، وحتى لو شاف الفيديو ده وعرض عليا فلوس أنا مش هاخد منه، لأن هو ساعدني كتير جدا
وانا وثقت فيه، فانا حابب اساعده واساعدكم برضه. فهو في كلتا الحالتين هو مستفاد وانتوا برضه مستفيدين. وبرضه انا بحاول اساعد اي حد عايز يقدم ومش عارف يقدم او عايز حد يساعده. فلو انت عايز حد يقدم لك ثقه وبسعر معقول، هسيب لحضراتكم رقم الواتس بتاعه في الوصف، تقدروا تتواصلوا معاه في اي وقت. وبرده في لينك مجموعه على الواتس بتساعدكم مجانا في التقديم، ناس عندهم خبره يعني في التقديم على المنح، هيساعدوكم مجانا وبكل سهوله. واخيرا وليس اخرا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.